تخيل كيت كات بفري فاير. لا مو هذه العظمة بلبس المتواضع الأزرق بفري فاير. تريد النتيجة؟ متحمس؟ يلا معي بالفيديو. السلام عليكم يا ساطير، معكم مازارا ورجعت لكم بفيديو جديد. اسمح لي لاني غيبت عليكم غيبه طويله كثير، والله اني كنت مريض هذه الايام، ولكن عدنا والعود واحمد. كما تعرفون يا اصدقائي انه في فري فاير دائما علينا ان نقول لقارينا اعمل لنا انميات خنفشاريه اسطوريه، ولكن دائما تفعل لنا انميات زي الزباله يا صديقي، مثل ديمون سلاير يا صديقي. كانت سكنات خنفشاريه في كل الالعاب، ولكن جاءت عندنا ما عملت مثل ناروتو والسكنات الاخرى، ما عملت وجه تانجيرو كما هو، فعلت لنا كلاخانز بشعر تانجيرو. قالت لنا خذوه ب50,000 جوهرة، والحمد لله كنت فقيرا في تلك الأيام، ليس عندي جواهر، ولكن حتى هذه الأيام ها هو الايدي تبعي. أي واحد بده يشحن لي، والله إنك أسطورة. وبدون ما أطول عليكم تشوفوا سكين الكيت كات ونطقموا في الخزنة تبعي، خليكم مع الفيديو. ندخل الحين للخزنة وراح نطقم على هذا السكن الموجود هون. نبدأ بالشعر، يخصنا شعر أبيض، يكون طويل أو قصير ما يهمنا، المهم أبيض. نشوف عندنا هذا تبع الدب، ولكن عنده هذا الشيء الدب في الجبهة، لقد خسروا، كان خرافي ولكن ذاك الدب خسروا. وننزل نشوف عندنا هذا ولكن يميل للبرتقالي. ننزل يا أخي ننزل. عندنا هذا تبع تينجن ولكن يعمل مجوهرات في جبهته. لا يا صديقي، نحن مسلمون لا نعمل المجوهرات، عندنا صلاة وصوم، لا نعمل المجوهرات، لا نتشبه بالنساء. هذا خرافي أسطوري، ما فيه التشبه بالنساء، جميل. ونذهب للأقنعة، إذا ما وجدنا عصابة أعين راح نعمل أعين زرقاء فقط. المهم بعدما نزلنا وما لقينا اللي بدناه راح نعمل هذه الأعين الكيوت. والله يا جوجو كنت خرافي، والآن جيت عند مزارع رجعك مثل أم الجبهة. نذهب لأفضل شيء وهو التيشيرتات. عندنا هذا تبع تشينجين ولكن لا يوجد أي صلة بجوجو. عندنا تبع السجين، جوجو خرج من السجن، يقول لك أنا أسطورة العالم. في الأخير سوقنا حطمه نصفين. ننزل عندنا هذا ولكن فيه نار، ما بدنا الكيت كات يدوب لنا، والله إنه بدنا يكون سكن خرافي، ما بدي الهيبة تمشي لكوجو. خلينا ندور أكثر. عندنا هذه مفتوحة ولكن إذا قلبنا الخلف الشخصية بيصير مثل لبس جوجو. نذهب للسراويل، بدنا سروال أسود فقط. عندنا هذا ولكن تبع الرياضة، ما راح يجي معه. ننزل عندنا هذا تبع الهنود الحمر، راح يجي لأنه أكثر اليابانيين يلبسوا مثل هيك. ونذهب لآخر إشي الأحذية، بدنا حذاء أسود فقط يا صديقي. عندنا هذا حلو خرافي أسطوري جذاب. وهيك عملنا سكين كيت كات. في الأول كان يعجب البنات، الحين هربوا منه. يا إلهي والله يا جوجو اسمح لي. وندخل الحين للديب الوحيد، إذا فاز راح يرجع كرامته، وإذا خسر راح يبقى مثل أم الجبهة. لا مو هذه القبيحة. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? وبدأنا الجيم واختار لي دراغونوف الام بي 40. ما يعرف ان اليوتيوبر الخرافي هاك عنكبوت. لا تبربر، شوف لك هذه، قلت لك انا اسطورة العالم. الجولة اللي بعدها راح اعذبك. هاك عنكبوت، قنبلة زرقاء، قنبلة بيضاء، كل شيء، المهم الموت. اختار لي تروغون. يا إلهي ما عرفني إني أقوى مبربر على وجه الأرض. اوكي هاك عنكبوت، قلت لك موت يا عدو الله. مرة أخرى الحين بالقنابل. هاك الأولى، الثانية،
الثالثة. المهم ما عليك أن تموت، ما بدك تموت راح آتي عندك. وان تاب والله وان تاب. وآخر جولة وأعرف الإهين بأنه راح يرد كرامته. الإيم زي الزفت بالأكا، ولكن دائما ما ضر لي وزي إنما ضرب بويا. ولهنا قد أكملنا الفيديو تبعنا. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. لا تبقى ولا شي يا أصدقاء على 3000 مشترك. وكان معكم مظهر ودمتم في رعاية الله.